بشاير لما الخير يجي من طريق الشيطان. بصوا يا جماعة، اللي في الصورة دي اسمها بشاير. ايوه اسمها بشاير، وليها وصف كده غريب قوي. بيقولوا عليها من ساعة ما دخلت حياة الناس وهي عمالة تهل بالبشاير. بس في تكملة بتقول ان اي حاجة بتيجي من خلال بشاير اكيد من اختيار الشيطان. القصة دي يا جماعة مليانة مفاجآت تخلي شعرك يشيب لحد اخر لحظة فيها. ركزوا معايا كويس قوي علشان دي حكاية ما يعرفهاش كتير. سلام الله على قلبك يا صديقي، انا محمد عزت ودي حلقة جديدة، ودي الحلقة الرابعة من سلسلة تحقيق. وبس يا ريت لأول مرة تشوفني تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان ده بيساعدني جدا وعشان يوصلك كل جديد. ويا ريت لو القصة عجبتك تحط لايك علشان ده بيساعدني جدا جدا، وشارك القصة في كل مكان. وبس من كلام كتير، يلا بينا نكمل. هنرجع بالزمن ونروح لسنة 2024 وتحديدا في الجيزة، وتحديدا اكتر في مدينة الصف، وتحديدا في الساعة 9 بالليل. احمد راشد قاعد مع كام واحد من صحابه في قهوة، والقهوة دي لازقة في بيته بالظبط. احمد ده كان عازم صحابه اللي بقاله كتير ما شافهمش، والراجل ده كان شغال سنين طويلة في دولة من دول الخليج ومستقر في مصر بقاله حوالي 8 شهور بس. على الساعة 9:30 كده تليفونه يرن. مين؟ مرات اخوه، وصوتها كان قلقان جدا. بتقول له ارجوك يا احمد تعالى بسرعه، كارم تعبان جدا. احمد ده بقى قلبه وقع في رجليه. كارم ده يبقى اخوه الصغير وسنده في الدنيا. اتحرك بسرعه هو واصحابه وركب مع واحد صاحبه عنده توك توك، وفي اقل من 10 دقايق كانوا واصلين البيت، عشان هما فعلا كانوا جنب البيت بالظبط. البيت ده بقى كان بيت عيله كبير. احمد ساكن في الدور التاني واخوه كارم ساكن في الدور الاول. احمد خبط على الباب وفتحت له مرات اخوه اللي هي بشاير، ودخل الشقة بسرعة البرق عشان يطمن على اخوه كارم. صحابه فضلوا واقفين تحت مستنيين يطمنوا على كارم. بس اللي حصل بعدها ب10 دقايق بالظبط كان صدمة ليهم. صلة الصحاب لقوا احمد نازل بسرعة وشايل كارم اخوه على كتفه ونازل بيه بسرعة رهيبة، وكارم في الوقت ده كان فاقد الوعي تماما. وفي نفس اللحظة دي احمد طلب من بشاير انها تفضل في البيت عشان تراعي ولادهم الصغيرين، وطلب من صحابه ان هم يجروا على المستشفى بسرعة عشان يلحقوا اخوه طبعا. وبالصدفة المستشفى برضو كانت قريبة جدا من البيت، وفي أقل من 10 دقايق أحمد وأصحابه وصلوا المستشفى ودخلوا على طول على الطوارئ. بس هنا بقى كانت الصدمة الأكبر. الدكاترة أول ما شافوا كارم عرفوا إنه متوفي. أيوة هو أصلا وصل للمستشفى جثة خلاص. ومع فحص جثمان كارم الدكاترة لاحظوا حاجة غريبة جدا. في آثار قيء موجودة على البنطلون بتاعه، لكن التيشيرت اللي كان لابسه كان نظيف جدا. والأغرب إن وشه كان متنضف كويس قوي، وريحة الصابون اللي اتغسل بيها وشه كانت لسه مفحفحة وموجودة، عشان المسافة ما بين البيت والمستشفى كانت قريبة جدا. كل الحاجات دي بقى كانت لسه ظاهرة قدام الدكاترة بوضوح. بس أهم ملاحظة شافوها الدكاترة إن الوفاة دي شكلها مش طبيعي، وعلشان كده الدكاترة بلغوا رجال الشرطة على طول. بعدها بشوية صغيرين رجال الشرطة وصلوا المستشفى وبدأوا يفحصوا جثة كارم، وفعلا لاحظوا إن الوفاة مش طبيعية وإن في آثار موجودة على الرقبة بس مش واضحة قوي. لكن أهم ملاحظة لفتت انتباه رجال الشرطة إن في خيط رفيع جدا موجود على رقبة كارم. وهنا بقى الشك عند رجال الشرطة زاد قوي. الخيط ده بالذات أكد شكوكهم. المهم طلبوا من أحمد إن هو يفضل موجود عشان يسألوه كام سؤال، وفي نفس الوقت جثمان كارم اتنقل على الطب الشرعي. رجال الشرطة سألوا أحمد إيه اللي حصل بالظبط، فأحمد حكى لهم إنه كان قاعد على القهوة مع أصحابه، وعلى الساعة 9:30 كده بالليل بشاير مرات اخوه كلمته وقالت له ان كارم تعبان جدا. احمد قال لهم ان كارم اليوم ده كان طبيعي جدا لانه تقريبا معظم اليوم بيكون معاه عشان شغالين سوا. وفي اليوم ده كارم وصل البيت وتعشى وبعدها دخل عشان ينام لحد ما بشاير كلمته عشان يجي يلحق اخوه. هنا بقى رجال الشرطة عرفوا ان بشاير موجودة في البيت وما قدرتش تيجي المستشفى عشان قاعدة مع اولادها الصغيرين، واحد عنده 9 سنين وواحد عنده 3 سنين، وصعب تسيبهم لوحدهم. فرجال الشرطة بلغوا أحمد إن هم نقلوا جثمان كارم أخوه على الطب الشرعي لأنهم شاكين إن في شبهة جنائية، والطب الشرعي هو اللي هيحدد إذا كان في جريمة ولا لأ. رجال الشرطة لاحظوا إن من ساعة ما أحمد سمع المعلومة دي ووشه اتلخبط وكأنه اتصدم من اللي سمعه. المهم مجموعة من رجال الشرطة بدأت تجمع معلومات عن كارم وعن دايرة علاقاته، وهل عنده مشاكل مع مراته بشاير ولا لأ،
لان بالرغم من كل الشكوك اللي عندهم لسه في احتمال ان الوفاة تكون طبيعية. ومع جمع المعلومات والادلة رجال الشرطة عرفوا ان فعلا في مشاكل ما بين كارم وبين بشاير، بالرغم ان كارم زي ما بيقولوا كده ما كانش مخلي بيته محتاج اي حاجة. شاب شقيان عنده 31 سنة وشغال في دولة من دول الخليج مع اخوه احمد. كارم كان متجوز بشاير بقاله 5 سنين تقريبا، وقبل الجواز كان شغال في الخارج، ومن ساعة ما اتجوز كان بينزل اجازة مرة واحدة بس في السنة. ومن حوالي 8 شهور عقد عمله هو واخوه انتهى، ومن ساعة ما نزلوا مصر واستقروا هنا بقى. المهم يا صديقي ما طولش عليك وقول طول، رجال الشرطة سألوا اصحاب احمد اللي كانوا معاه على القهوة ساعة ما جاله التليفون، لانهم اتحركوا معاه على البيت وراحوا للمستشفى، فاحتمال يكونوا شافوا اي حاجة تلفت الانتباه. وكلهم اجتمعوا على معلومة واحدة، ان احمد اول ما جاله التليفون من بشاير اتحرك بسرعة على بيت اخوه اللي هو في نفس الوقت بيته، وفي اقل من 10 دقايق نزل وهو شايل اخوه كارم على كتفه وبيقول لهم الحقوني عشان اودي اخويا المستشفى، وطلب منهم ان هم يروحوا معاه المستشفى. بس هنا رجال الشرطة سمعوا معلومة واحدة من اصحاب احمد وكانت غريبة جدا بالنسبة لهم، ان احمد اليوم ده هو اللي عزم صحابه كلهم على القهوة، بالرغم ان دي مش عادته، وبالرغم ان ممكن تبان معلومة عادية، بس طالما لفتت انتباه صحابه يبقى اكيد دي حاجة غريبة اول مرة تحصل. وهنا بقى رجال الشرطة ربطوا المعلومات ببعضها. اللحظة اللي احمد سمع فيها ان في شبهة جنائية ووشه اتلخبط، وفي نفس الوقت المعلومة اللي بتقول ان اول مرة يعزم صحابه ويقعد معهم لوقت متأخر كده، لان الطبيعي بتاع احمد انه بيخلص شغله وبيرجع على بيته على الساعة 6-7 بالليل بالكتير قوي يعني، ونادرا ما كان بينزل يقعد مع اصحابه على القهوة. وطبعا وارد جدا يكون كل ده مجرد صدفة. بس بقى اللي فصل ما بين كل ده بقى تقرير الطب الشرعي. وصل التقرير وبيقول ان كارم اتعرض لكمية كبيرة جدا من السم، والسم ده كان محطوط في قطعة جاتوه. الطب الشرعي قدر يحدد المعلومة دي من بقايا الاكل اللي كانت موجودة في معدة كارم، بس الغريب ان بالرغم من كمية السم دي الا انها مش سبب الوفاة، لان سبب الوفاة الرئيسي هو الخنق. بس الخنق ما كانش بالايد، كان من خلال قطعة قماش تم لفها على رقبة كارم وتم شدها بقوة من الاتجاهين. وواضح ان تم استخدام قطعة قماش عشان اللي عمل كده كان قاصد يقلل الاثار اللي موجودة على الرقبة، وبكده الجريمة دي جريمة قتل متعمدة، وواضح جدا انها حصلت جوه البيت، وبالتأكيد بشاير مراته ليها علاقة بالموضوع، وتحديدا في جزئية السم. رجال الشرطة بقى فرغوا كاميرات المراقبة اللي حوالين البيت، ولاحظوا ان بشاير كانت واقفة جنب الفرن اللي عند البيت وبتشتري منه جاتوه، والكلام ده كان الساعة 4 العصر تقريبا، وده كان قبل ما كريم يرجع من شغله الساعة 6 المغرب. بس رجال الشرطة لاحظوا كمان في كاميرات المراقبة ان احمد اخوه وصل البيت الساعة 5 ونزل تاني الساعة 5:15 وراح على القهوة الساعة 6، ومن ساعتها هو قاعد هناك. ودي معلومة تعتبر مهمة جدا لرجال الشرطة، لان خط سير احمد في اليوم ده كان متغير تماما عن العادي. المهم رجال الشرطة طلبوا من بشاير انها تيجي للتحقيق معاها وتقول اللي حصل بالظبط. وبشاير لما راحت وتحقق معاها قالت لرجال الشرطة ان كريم جوزها وصل البيت الساعة 6 وكان جايب معاه جاتوه، والجاتوه ده كان عشان يحتفل مع اولاده بمناسبة معينة، وكريم اكل الجاتوه ده مع مراته وولاده وبعدها دخل اوضته. بس هي لاحظت ان هو في حالة سكوت وانه ما بيتحركش تماما، وعشان كده كلمت احمد اخوه اللي عارفة ان علاقته بيه قوية جدا علشان يلحق اخوه كريم. في الوقت اللي رجال الشرطة بيحققوا فيه مع بشاير كان في فريق تاني من رجال الشرطة بيفحص تليفون بشاير كويس جدا، وده لانهم ما كانوش مطمنين ليها خالص، ومفيش اي بشاير خير طالعة من ناحيتها. نظراتها غريبة جدا كده وتحس انها مخبية حاجة كبيرة. وبعد ما خلص رجال الشرطة فحص التليفون اكتشفوا فعلا ان في علاقة مش طبيعية بين بشاير وبين احمد اخو كارم. صحيح الطبيعي ان هو يكون في علاقة ما بينهم بحكم ان هو اخو جوزها وبحكم ان هما كانوا شغالين مع بعض في الغربة فترة طويلة، لكن شكل العلاقة في الرسائل دي اللي على التليفون بتقول انها ما كانتش علاقة عادية خالص، وده خلى رجال الشرطة مستغربين جدا. هي فعلا على علاقة باخو جوزها وايه اللي بيحصل بالظبط؟ فقرر رجال الشرطة ان هما يجربوا حاجة مع بشاير واحتمال تنجح، وده لانها ما عندهاش اي سوابق اجرامية. صحيح هي كانت شيطان في هيئة انسان، بس محدش من اللي حواليها كان عارف ده. المهم رجال الشرطة استكملوا التحقيق مع بشاير، بس قالوا لها حاجة غريبة جدا. قالوا لها ان احمد اخو كارم اعترف بكل حاجة، والحقيقة ان هما بمجرد ما قالوا لها الكلمتين دول وش بشاير اتغير 180 درجة، ومحدش توقع اللي بشاير قالته اول ما سمعت ان احمد اعترف بكل حاجة. قالت ايه بقى لرجال الشرطة يا معلم؟
قالت لهم انا ماليش دعوه باي حاجه، انا بس حطيت السم لجوزي، انما اللي قتله هو اخوه. صدمه كبيره جدا لرجال الشرطه، يعني بشاير هي اللي حطت السم، انما اللي قتل جوزها هو اخوه. المهم بشاير كملت باقي المعلومات وقالت ان حتى السم اللي اشتراه هو اخوه، وانه وصل في نفس اليوم ده الساعه 5 العصر وكان معاه سم فران، وخبط عليها واداهولها زي ما اتفقوا بالظبط. وفعلا اللي قالته بشاير هو اللي كان ظاهر في كاميرات المراقبه. وهنا بقى كان لازم نرجع لورا خالص ونعرف مين هي بشاير ومين هو كارم اصلا، وايه اللي حصل ما بينهم خلال ال5 سنين اللي فاتوا قبل ما تحصل المصيبه دي، وايه شكل العلاقه اللي كان ما بين بشاير وبين اخو جوزها اللي هو احمد. نرجع لسنه 2019 وتحديدا في الجيزه في مدينه الصف. كارم شاب مكافح وعايش مع اهله في نفس المدينه، مسافر لواحده من الدول العربيه من سنه 2016 وشغال هناك. واللي ساعده في السفر ده هو اخوه الكبير احمد اللي شغال قبله هناك بكذا سنه. المهم سنه 2019 كارم قرر ان هو لازم يتجوز، وانه اخيرا لقى شريكه حياته وهي بشاير. وبالرغم ان بشاير معروفه في المنطقه انها بتاعت مشاكل وعينها زايغه، الا ان في سبب ما يعرفوش غير كارم الله يرحمه هو اللي خلاه يعجب بيها. وفي نفس السنه دي اللي هي 2019 كارم وبشاير اتجوزوا، لانه كان مجهز شقه ومجهز كل حاجه، وقعد في بيت العيله في الدور الاول، احمد اخوه في الدور الثاني، ووالده ووالدته الله يرحمهم كانوا في الدور الثالث. مرت 3 سنين، وخلال الوقت ده ربنا رزقهم بطفل. وخلال ال3 سنين دول كان بينزل اجازه مره واحده بس في السنه، يقعد شهر ويرجع يسافر تاني. وبشاير في الوقت ده كانت مركزه مع احمد اخو كريم جدا، وده لانه كان اغنى منه ومعاه فلوس اكتر، وكان وضعه في السفر مستقر اكتر. ده غير انه اخو جوزها الكبير وكان متحكم في شكل حياتهم جدا، وكارم كان بيثق في رايه وبيمشي وراه في اي حاجه. المهم بعد ما خلصت السنه الرابعه بعد جواز كارم، تحصل مشكله في عقد العمل لكارم واحمد، وساعتها ينزلوا مصر ويستقروا فيها. وفي الوقت ده يقرر هما الاتنين ان هما يفتحوا مشروع، بس كارم كان خايف يفتح المشروع ويغامر بفلوسه، وقرر ان هو هيشتغل عند حد. انما احمد رفض انه يعمل كده، وقرر ان هو هيفتح مشروع. وده خلى بشاير تشوف احمد دايما بيفكر احسن، وان قيمته وسط الناس اكبر. وعشان كده بشاير كانت معجبه باخوه جوزها، وكان السؤال بقى اللي في دماغها ايه المانع لما تعمل معاه علاقه. طيب هل بشاير كانت خايفه طول السنين اللي فاتت دي تعمل معاه علاقه؟ خالص، بشاير كانت عارفه طول الوقت هي هتتصرف ازاي، هي بس كانت مستنيه الفرصه. ومن ساعه ما اتجوزت كارم وهي كانت معجبه باحمد جدا، بس ما كانتش عارفه تعمل ايه، لانه دايما كان مسافر مع جوزها على طول. بس المره دي بقى خلاص هما استقروا في مصر وبقى جنبها طول الوقت. وفعلا بشاير تبدا تلفت انتباه احمد، واحمد في الوقت ده كان واخد باله بس ما كانش فارق معاه، وده لانها كانت مرات اخوه. وقبل 6 شهور من ارتكاب الجريمه دي بشاير تعزم احمد عندها في البيت بحكم ان هو اخو جوزها وعم العيال، وتقول له ان عندها مشكله مع كريم جوزها وعايزه تتكلم معاه شويه. وفي نفس اليوم ده بشاير تقدر تسيطر على احمد وتخليه يعمل معاها علاقه في بيت اخوه وعلى سرير اخوه. اخزر من كده ما شفتش. ومن اليوم ده بقى ده اللي بقى بيحصل كل يوم، كريم ينزل على الشغل واحمد ينزل على بيت اخوه، ويفضلوا هو وبشاير مقضين مع بعض الوقت ده كله لحد ما قبل ما جوزها يرجع بشويه. ولو سالت نفسك هي الاولاد كانت بتكون فين، هقولك ان بشاير كانت بتتصرف. بعد ما يمر شهرين على العلاقه القذره دي، بشاير تبدا تفكر تفكير تاني. احمد اخو جوزها غني ومش متجوز، طب تعمل ايه عشان تخليه يتجوزها؟ لازم كريم جوزها يموت، وفي الحاله دي هيبقى قدام الناس عادي جدا ان جوزها لما مات عم العيال هو اللي يتجوزها، وطبيعي هو اول حد يتحمل مصاريفهم وحياتهم. وتبدا بقى بشاير تفكر ازاي تشتغل على الفكره دي، وفي نفس الوقت كانت عارفه انه صعب جدا تفتح احمد في الموضوع ده وتقوله ان هي عايزه تقتل اخوه. فالمهم قررت انها لازم تسيطر على احمد بزياده من خلال الحب، وانها تدور حواليه، وان ممكن من خلال العلاقه دي تسيطر على تفكيره. لكن بشاير ما كانتش تعرف ان احمد اخو جوزها كان اوطى منها بكتير، لانه بعد ما بتمر 3 شهور بس على العلاقه القذره اللي ما بينهم دي، احمد هو اللي يقول لها انه كان يتمنى يتجوزها، وانه لو كان شافها قبل كارم كان هيتجوزها على طول، وانه نفسه باي شكل ما يكونش كارم هو اللي اتجوزها، وانه نفسه باي شكل ما يكونش كارم ده موجود. شفت حقارة اكتر من كده؟ المهم بشاير لما تلاقيه بيفكر كده فتقول له على اللي هي بتفكر فيه على طول، واحمد يسمع منها الكلام ويقتنع بيه. وفعلا
كل اللي يفكر فيه ازاي هياخد منه بشاير حتى لو كان اخوه. شفت بقى يا صديقي لما بشاير دخلت العيلة دي هلت البشاير بالخير ازاي؟ المهم يمر شهر كمان ويتفقوا على كل حاجة، بس كان ناقص الخطة. والخطة في البداية كانت معتمدة على السم بس. السم هيتحط لكارم بس بشرط ان لازم تتعمل خطة معينة وهقول لكم عليها. والجزء التاني من الخطة ان لازم احمد اليوم ده يكون بره البيت ويكون معاه شهود كتير انه كان قاعد في مكان وانه جات له مكالمة واتحرك على اساسها. والشرط في موضوع السم ده ان كان في نفس اليوم اللي هيتفقوا فيه على تنفيذ الخطة انه يجيب اكل من نفس النوع. وبالصدفة تعرف بشاير ان كارم اليوم ده هيجيب معاه جاتوه، فتتصل على احمد وتقول له يجيب سم وهي هتنزل تشتري جاتوه. ولما يجيب لها السم هتحطه في قطعة الجاتوه اللي هي جايباها، ولما كارم يجيب الجاتوه تخلطهم على بعض. وبكده لو جات له حالة تسمم محدش يعرف ان السم اتحط جوه البيت لان كارم جايب معاه الجاتوه برضه من بره. وبعد ما كارم يوصل البيت وبشاير تاخد منه الجاتوه تدخل على المطبخ وتحط السم في قطع الجاتوه اللي هو هياخدها. وبعد ما ياكل الجاتوه يدخل على الأوضة بتاعته، وبعد ربع ساعة بالظبط بيبدأ يتألم من معدته جامد جدا. وتقوم بشاير تدخل أوضة ولادها وتقفل الباب، وده عشان تثبت لكل الناس إنها كانت قاعدة في الوقت ده مع ولادها. وبعد نص ساعة تدخل عليه فهتلاقيه لسه قاعد بيتألم لكنه ما ماتش. فواضح إن السم ما كانش قوي كفاية إنه يقتل كارم. فكلمت أحمد وهي عارفة إنه وسط أصحابه عشان تقوله إن أخوه تعبان جدا، بس لما يوصل البيت هيكتشف إن أخوه ما ماتش. وكده الموضوع والخطة كانت هتبوظ. فهنا بقى كارم كان لازم يموت. فيتحرك أحمد بسرعة على البيت ومعاه أصحابه ويطلع بسرعة وعارف إن مفيش وقت طويل قدامه عشان ياخد القرار. فيطلب منها قطعة قماش ويلفها على رقبة أخوه ويشد هما الاتنين من ناحيتين. وفي الوقت ده كارم كان بيبص على أخوه الكبير وهو مش فاهم فيه إيه اللي بيحصل، وهو كان متخيل إن أخوه جاي عشان يلحقه. وبعد ما يتأكدوا إن كارم مات يشيلوا أحمد بسرعة على كتفه وينزل لأصحابه عشان يروح على المستشفى لحد ما الدكاترة اللي في المستشفى ما يقتنعوش باللي يشوفوه ويبلغوا رجال الشرطة على طول. وتحصل كل الأحداث اللي حكيناها في أول القصة. وطبعا بعد اعترافات بشاير بكل اللي حصل يتم التحفظ على أحمد وتوجيه ليه جريمة القتل، واللي برضو أنكر كل حاجة وقال إن ملوش أي علاقة باللي حصل. ولكن طبعا كل الأدلة بتأكد إن أحمد وبشاير كانوا متفقين على كل حاجة. وبعد ما التحقيقات تخلص ويتم تقديمهم للمحاكمة يتم الحكم عليهم هما الاتنين بالإعدام. والحقيقة إن هما الاتنين لايقين على بعض جدا. كارم كان نفسه يعمل حياة كويسة ومحترمة وكان نفسه يعيش مراته بشاير وولاده في حياة كويسة، بس للأسف كارم من الأول اختار غلط. وبالرغم إنه كان واخد أخوه الكبير قدوة وكان دايما باصص عليه ومبسوط من نجاحه، ما كانش عارف إن أخوه الكبير هو اللي هيكون باصص عليه وبيحقد عليه في حياته. أحمد ده بصراحة إنسان غريب، صعب إنسان طبيعي يعمل كده أو يفكر يعمل كده مع أخوه. وبشاير دي نقدر نقول الحمد لله إنها اتحكم عليها بالإعدام لأنها شيطان رجيم. واحدة دخلت بيت وقررت إنها تعمل علاقة مع أخو جوزها وتوصل الموضوع لمرحلة إن تخلي أخو جوزها يقتل جوزها، كل ده عشان طمعانة في شوية فلوس ملهمش أي قيمة. وفي المقابل خسرت حياتها وخسرت ولادها وخلتهم يتامى. في نهاية الحلقة يعني أنا بصراحة مش عارف أقول إيه بصراحة يعني بجد. ولكن فكرة إنك تبقى شايف أخوك ده قدوة وتبقى بتستند عليه في الدنيا وفي الآخر هو اللي يقتلك، وآخر لحظات في حياتك تكون بتبص عليه وهو بيقتلك، بصراحة حاجة صعبة جدا جدا يعني. فبس في نهاية الحلقة أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. ما يا ريت لو الحلقة عجبتك تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان ده بيساعدني جدا، وتقولي رأيك في القصة دي وحابب نتكلم عن جريمة معينة الحلقة الجاية. ولو عندك جريمة معينة حابب ان انا اتكلم عنها يا ريت تقولي عنها في التعليقات وانا هعمل عنها حلقة ان شاء الله. بس كان معاكم محمد عزت، اشوفكم الحلقة الجاية وتصبحوا على خير.